السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشياس واخصائي النفسي. النهارده ان شاء الله بنتكلم على 3 علامات استفهام حول فطام الطفل. في قسم رعاية الاطفال الرضع والاجنة بجامعة مينيسوتا اكدت احدث الابحاث العلمية حقائق هامة حول واحدة من المشاكل التي تواجه كل ام، وهي مشكلة فطام الطفل. وابرز ما اشارت اليه هذه الحقائق ان شهري يناير وفبراير هما يعتبروا افضل شهور العام كله لفطام طفلك. شهر يناير اللي هو 1 وشهر فبراير اللي هو 2، دولا يعتبروا افضل شهور العام كله لفطام طفلك. لازم ناخد بالنا من الكلام ده كويس قوي، وانه بيبدا الفطام بصوره طبعا تدريجيه يا جماعه، ما هوش لا، المفروض بطريقه تدريجيه بمجرد اتمام الطفل شهره الرابع. بيقول الدكتور محمد خليل عبد الخالق، ده استاذ طب الاطفال بكليه الطب بجامعه القاهره، ان هناك 3 علامات استفهام حول فطام الطفل. اولها متى نبدا الفطام؟ متى نبدا الفطام؟ ثانيا متى يتم فطام الطفل؟ متى يتم فطام الطفل؟ الثالثة كيف نقوم بعملية الفطام؟ دول 3 علامات استفهام. نقولهم تاني. متى نبدأ الفطام؟ متى يتم فطام الطفل؟ كيف نقوم بعملية الفطام؟ الجدير بالذكر أنه يجب أن يبدأ فطام الطفل بمجرد بلوغه الشهر الرابع من العمر، بعد أن أكدت طبعا الأبحاث العلمية أنه في هذا العمر تقل كمية المخزون في كبد الطفل من الحديد، ولذلك بيصبح ضروريا تزويده بالحديد من مصادر أخرى. وقد ثبت أن لبن الأم فقير جدا في مادة الحديد، وفي هذا العمر يمكن للطفل هضم المواد النشوية دون خوف. ومن هنا يجب أن تبدأ أول مرحلة للفطام التدريجي في عمر 4 شهور بإعطاء الطفل وجبة خارجية كالمهلبية مثلا بدل من إحدى الرضعات، بس بشرط يا جماعة أن يكون الطفل سليما لا يعاني من أمراض. ده مهم جدا هذا الشرط. وبتستمر هذه المرحلة التدريجية في فطام الطفل، والتي تجمع فيها الأم بين الرضاعة والوجبات الخارجية حتى يستكمل عاما من العمر، أول سنة يعديها. ثم بعد كده بتنتقل بعد ذلك إلى المرحلة التالية اللي هي الفطام الكامل، أي بمنع الرضاعة بتاتا. وهذه المرحلة يجب أن يتوافر لها عدد طبعا من الضمانات، أهمها أن تتم عملية الفطام الكامل خلال شهور الشتاء بصفة عامة، وشهري يناير وفبراير زي ما قلنا اللي هي ذروة الشتاء بصفة خاصة، حيث تقل أو تنعدم تقريبا فرصة الإصابة بالنزلات المعوية على عكس طبعا شهور الصيف. كما أنه من الخطأ استمرار الرضاعة للطفل الذي يبلغ 2 من العمر، ولا يتم الفطام أثناء بروز إحدى الأسنان أو أثناء الإصابة بقيء أو إسهال. وبيصف أحد أخصائي طب الأطفال فطام الطفل بأنه حادث محزن ومؤلم للطفل، فهو يرى نفسه وقد حرم من لبن أمه دون أي ذنب أو إنذار، فيثور ويبكي، وقد يرفض كل ما يقدم له من الأطعمة مهما كان نوعها أو كانت محببة له. ولذلك يجب اتباع نظام الفطام التدريجي. يجب اتباع النظام الفطام التدريجي. انا بلاقي بعض الناس يروحوا يجيبوا نبات الصبار ويحطوه على حلمة الثدي، فيروح الطفل يحصل له صدمة كده من هذا الطعم المرير في فمه، فطبعا ده غلط. او بعض الناس يحطوا شطة في الببرونة، كل ده غلط. وذلك نقوم بعملية أن نقلل عدد مرات الرضاعة مرة واحدة ونستبدلها بوجبة خارجية، وبعد فترة بنقلل مرات الرضاعة رضعة أخرى ونستبدلها بوجبة خارجية، وهكذا حتى يأتي الوقت الذي يرضع فيه الطفل مرة واحدة في اليوم ويأكل وجبات أخرى خلال اليوم، وهنا يمكننا فطامه دون خطر. وبيقول الطبيب بأنه يمكن تحديد الأطعمة التي تعطي للطفل خلال فترة الفطام التدريجي من 3 مجموعات وفقا لعدد من
لعدد شهور العمر، وهي المواد النشوية، وبتشمل المهلبية من الشهر الرابع، والبسكويت من الشهر العاشر، والرز والشعرية من نهاية السنة الأولى، ثم الخضروات والفواكه، ودي بتعطى للطفل طبعا تعطى للطفل من الشهر السابع في صورة شوربة خضار أو عصير فواكه، والبيض واللحوم تعطى للطفل في نهاية طبعا العام الأول من العمر. لو في اي حد عنده اسئله او اي استفسار يا ريت يبعتها لي عن طريق الايميل سعد_استاذ_online@yahoo.com، او اتصال بيا مباشره على 012 36 90 535. استودعكم واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.